تعال هنا. كنت فين من زمان؟ ده الفيديو اللي كنت مستنيه. تخيل كده بتدور على درجات الوان مثاليه ومفيش حد بيقولك النسب المظبوطه، ولا يهمك، انت وصلت للمكان الصح. النهارده معانا مجموعه الوان مش عاديه، تشكيله الالوان السحريه، الهدوء والجرأه والاناقه، كل ده في مجموعه واحده. النهارده احنا مش جايين نشرح الوان وبس، احنا جايين نكشف اسرار محدش هيقولك عليها. تخيل معايا 6 ألوان اجتمعوا في مجموعة واحدة، وهنطلعهم من 3 ألوان أساسية بس: الأحمر والأصفر والأزرق. مجموعة كلها رقي وأناقة، كل لون فيهم ليه شخصية وقصة وحكاية. ال6 ألوان اللي قلنا عليهم: عندنا اللون الأول، اللون الخزامي الفاتح الرايق الهادي اللي بيحب الهدوء واللحظات الرومانسية. واللون الوردي الباهت اللي دايما عامل زي صاحبك اللطيف اللي بيهدي النفوس. اما البيج الوردي الفاتح ده بقى اللي بيحب البساطه بس بيضيف لمسه اناقه في اي وقت. واللون البيج الوردي الغامق تقيل في كلامه لكن حضوره لا يقاوم. ونيجي بقى للبن المحمر الفاتح الجريء اللي عنده شويه دلع ومش بيحب الروتين. واخيرا البن الداكن اللي مائل للارجواني الغامض اللي بيخطف الانظار من اول لحظه. خلينا نركز دلوقتي مع اللون الخزامي الفاتح واول لون معانا. اللون ده الهدوء والأناقة في نفس الوقت. لو بتحب الهدوء والرقي يبقى لون الخزامي الفاتح هو اختيارك. لون بين البنفسجي الفاتح والرمادي الناعم، بيدي إحساس بالراحة النفسية وكأنك في حديقة هادية في آخر اليوم. مثالي جدا لغرف النوم والمكاتب الهادية، وبيليق مع الأبيض الكريمي أو الرمادي الفاتح. اللون ده بيهمس ليك وبيقولك اهدى وخد نفس، مفيش حاجة مستاهلة. زي ما انتوا شايفين بناخد لون ازرق واصفر واحمر بنسب صغيره جدا، وبنحط ابيض بكميه اكبر علشان يدينا اللون الفاتح زي ما احنا عاوزين. وتاني لون معانا اللون الوردي الباهت الرقه في انعم صورها. الورد الباهت هو اللون اللي بيقولك انا بسيط بس ليا حضور واضح وصعب يتنسي. لون دافي ورقيق كأنه نسمة هوا في يوم صيفي هادي. هو اللون اللي بيرمز للحب والرومانسية بس من غير ما يكون مبالغ فيه أو ملفت زيادة عن اللزوم. النوع اللي بيكمل أي تصميم بنعومة وخفة. اللون ده بيليق جدا مع ألوان زي الرمادي الفاتح اللي بيضيف لمسة عصرية، أو البيج الكريمي اللي بيزود إحساس الدفء. ولو حابب تدخل شوية جرأة بسيطة جرب معاه لمسات من الذهبي أو الأخضر الهادي. وعلشان تطلع الدرجة دي بالنسب الصح ركز معايا. السر في تركيبة الألوان الأساسية الأزرق والأصفر والأحمر، وكلهم بنستخدمهم بنفس النسبة، لكن هنا الأبيض هو البطل. بنضيف الأبيض بنسبة أكبر من باقي الألوان علشان يدينا النتيجة الفاتحة والناعمة دي. وطبعا الأبيض هنا أقل شوية من اللي استخدمناه في اللون الخزامي الفاتح علشان الورد الباهت يحتفظ بدرجة دفء واضحة تميزه. اللون ده مثالي جدا ومناسب قوي لو عايزين لمسة أنثوية وناعمة من غير ما تكون درامية أو تكون ملفتة بشكل مبالغ فيه. بيشتغل كويس جدا في الديكورات الهادية والتصميمات الجرافيك، وحتى في الموضة لو بتدور على مظهر بسيط وأنيق في نفس الوقت. لو عايز تضيف لمسة من النعومة الراقية يبقى أكيد اللون الورد الباهت هو الاختيار الصح ليك. اللون الثالث معانا النهاردة اللون البيج الوردي الفاتح الدفء والرقي في نفس الوقت. تحس كده ان اللون ده بيهمس لك وبيقول لك اهدى كل حاجه تمام. لون بيعبر عن الراحه والهدوء زي لحظه غروب هاديه بعد يوم طويل. اللون ده بيعتبر مثالي جدا بين البيج الناعم ولمسه ورديه بسيطه، بيخلق احساس بالاناقه الهاديه اللي ما بتحتاجش مجهود علشان تبان. اللون ده مثالي جدا للاماكن اللي محتاجه تبقى دافيه ومريحه في نفس الوقت. يعني لو بتفكر في ديكور غرفة معيشة أو مساحة للاسترخاء اللون ده هيكون إضافة ممتازة جدا. كمان بيتنسق بشكل جميل جدا مع الألوان الترابية زي البني الفاتح أو الرملي، وبيبان في أفضل صورة مع الأبيض الكريمي اللي بيدي ليه إحساس بالنعومة والراحة. طيب إزاي بنركب اللون ده بالنسب الصح؟ ركز معايا. التركيبة هنا مختلفة شوية. بنستخدم الأزرق والأحمر بنفس النسبة علشان نحافظ على اللمسة الوردية الخفيفة، لكن السر الحقيقي في الأصفر. بنزود نسبة الأصفر شوية أكتر من اللي استخدمناها في اللونين اللي فاتوا، الورد الباهت والخزامي الفاتح. النسبة الزايدة دي من الأصفر هي اللي بتدي للون الإحساس الدافي والمريح ده. وطبعا الأبيض موجود بنسبة كويسة علشان يفتح اللون ويوصل للدرجة الفاتحة الهادية دي. اللون الرابع معانا النهارده من ال6 ألوان اللي قلنا عليهم اللون البيج الوردي الغامق. طبعا الدراما الهادية، ده اللون اللي بيجمع بين الرقة والعمق في نفس الوقت. تخيل لون بيقولك أنا بسيط بس ليا وزن. لون بيعبر عن الأناقة الراقية اللي بتلفت النظر من غير ما ترفع صوتها. اللون ده أغمق شوية من البيج الوردي الفاتح، وده اللي بيخليه يدي إحساس بالنضج والجمال الراقي. اللون ده بالذات ليه حضور مختلف زي الشخص الهادي اللي كلامه قليل لكن كل كلمة ليها معنى. اللون ده حلو قوي ومثالي جدا للتصميمات اللي عايزة تبان أنيقة ومميزة من غير ما تكون ملفتة بشكل مبالغ فيه. لو بتفكر في تصميم داخلي يكون راقي أو حتى اختيار لون للأزياء تكون هادية لكن تكون قوية في التأثير، اللون ده هيكون هو الحل. وكمان عايز أقولك إن اللون ده بيليق جدا مع الأخضر الزيتوني اللي بيضيف لمسة طبيعية وغنية، وكمان مع الرماد الداكن
اللي بيعزز عمقه وبيخليه يبان بشكل انيق وجذاب. طيب بنركب اللون ازاي؟ زي اللون اللي فات، البيج الوردي الفاتح، هنستخدم الازرق والاحمر بنفس النسبه علشان نحافظ على النغمه الورديه الهاديه، بس هنا كمان بنزود نسبه الاصفر شويه زي اللون اللي فات، وده اللي بيديله الاحساس الدافي والناضج اللي بيتميز بيه. بالنسبه للابيض بنقلل نسبته مقارنه باللون الفاتح علشان نحافظ على الدرجه الغامقه. اللون الخامس معانا النهارده اللون البني المحمر الفاتح، دفء مع لمسه جريئه. اللون ده كانه بيحكي قصه غروب الشمس، ده لما السماء بتتحول من الازرق للبرتقالي والاحمر، وطبعا في مشهد دافي وجذاب جدا. هو لون حيوي وجريء لكن في نفس الوقت محافظ على احساس الدفء بتاعه. تخيل كده لون بيقول لك انا مختلف، انا جريء، بس عندي هدوئي ورزانتي. ده اللون اللي بيديك الاحساس بالدفء اللي بيخليك مرتاح، لكن في نفس اللحظه بيشد انتباهك بلمسته الجريئه. اللون ده مناسب جدا للتصميمات اللي محتاجه طاقه وحيويه بس من غير ما تكون مزعجه او فيها صخب. لو بتشتغل على ديكور مساحه بتجمع بين الراحه والحركه، زي غرفه معيشه بيكون فيها تفاصيل حديثه، او مساحه مفتوحه مثلا محتاجه تكون دافيه ومليانه حياه، يبقى اللون ده هو اختيارك المثالي. طيب تعال نشوف ازاي بنركب اللون ده بالنسب الصح. ركز معايا علشان هنا النسب بتلعب الدور الاكبر في الحصول على الدرجه المميزه دي. الازرق والاصفر والابيض بيكونوا بنفس النسبه المتساويه دي هي اللي بتحافظ على التوازن في اللون علشان يفضل دافي من غير ما يتحول للون داكن او البهي. اما بالنسبه للاحمر هنا بقى السر، الاحمر بنضيفه بنسبه اقل من باقي الالوان. النسبه القليله دي هي اللي بتدي اللمسه الحمراء الخفيفه اللي بتميز اللون ده من غير ما تطغى عليه وتخليه يتحول للاحمر الصريح. طيب يا فنان قول لنا اللون ده بيتنسق مع الوان ايه؟ انا هقول لك جربه مع اللون الذهبي، بيدي احساس بالفخامه من غير ما يكون فيه تكلف، او ممكن تجربه مع البيج الدافي، وهنا بقى بتاخد دفء واناقه مع بعض زي قعده دافيه جنب الدفايه في يوم شتاء. كمان بيمشي حلو قوي مع الالوان الترابيه لانه بيعزز الاحساس الطبيعي بالدفء والراحه. ولو حابب تخلي التصميم اكتر جرأة ممكن تضيف لمسة من الاخضر الزيتوني، هتلاقي تناغم رائع جدا بين الحيوية والهدوء. وصلنا للون السادس والاخير، اللون البني الداكن اللي هو المائل للارجواني، الفخامة والغموض. وده بقى اللون اللي بيصرخ وبيتكلم وبيقول انا هنا، واللي بفخم على الالوان دي كلها. لون ليه حضور طاغي كده زي الشخص اللي بيدخل المكان من غير ما يتكلم وكل العيون تلتفت ليه. اللون ده لون بني داكن بس غني مع لمسة ارجوانية خفيفة كده بتدي احساس بالغموض والجاذبيه. اللون ده مش بيحاول يلفت الانتباه، هو ببساطه ما ينفعش تتجاهله. اللون ده بيقول انا الغموض اللي نفسك تكتشفه والفخامه اللي مش محتاجه تتكلم عن نفسها. هو لون بيندمج فيه العمق مع الرقي وبيخلق احساس بالتامل والهدوء بس مع لمسه من القوه اللي بتسيب اثر. طيب ازاي بنركب اللون ده بالنسب الصح؟ هنا بقى الموضوع في منتهى الدقه. بنستخدم الازرق والاصفر والابيض والاحمر بنفس النسبه بالظبط. النسب المتساويه دي هي اللي بتخلق التوازن المثالي بين الدفء والبروده وبين العمق والجاذبيه. اللون الارجواني الناتج بيظهر بوضوح لانه ناتج من توازن الازرق والاحمر، بينما الاصفر بيدفي اللون شويه، والابيض بيخفف طبعا حدته من غير ما يفقد العمق الداكن اللي فيه. طب ما تقول لنا كده يا فنان اقدر استخدم اللون ده في ايه؟ اقول لك في الموضه. اللون ده مثالي جدا لقطع المساء لانه بيدي الاحساس بالفخامه والغموض في نفس الوقت. ممكن تستخدمه في التصميمات الجرافيكيه، وهو الاختيار الامثل لو عايز تعمل براند فاخر او منتج عايز يسيب انطباع قوي. حتى كمان ممكن تستخدمه في الديكور. اللون ده بيضيف لمسه كده ملكيه لاي مساحه، بيخليها تبان غنيه ومن غير ما تكون متكلف. طب قول لنا يا فنان اللون ده بيناسب ايه؟ اقول لك بيتناسب بشكل جميل جدا مع الابيض الكريمي اللي بيخفف حده اللون وبيظهر نعومته، او مع الذهبي الفاتح، وهنا بتاخد احساس بالفخامه الراقيه زي القصور الكلاسيكيه الحديثه. رحله الالوان لسه ما خلصتش، ودي كانت لمحه سريعه بين الواننا المميزه النهارده. كل لون وراه قصه واحساس مختلف بيضيف لمسه سحريه لاي تصميم. لو عايز تعرف اكتر وتتعلم خلطات وتدرجات جديده تخطف العين، استنى اللي جاي لان اسرار الالوان لسه ما خلصتش. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس، واستنوني في الحلقه الجايه مع الوان جديده.